الرياضية الدولية، ويعني اللعب على هذا الحبل بصورة كبيرة، محاولة الضغوطات، محاولة تخفيض العقوبات. هناك الحل الثاني وهو حل الذي يمكن أن نعتبره أنه حل دبلوماسي كما سبق، والجميع يعرف أنه في المغرب نتكلم هذه الأسطوانة منذ زمن، حتى الآن طفل صغير في 10 سنوات يتكلم على مشكلة عدم تواجد المغرب في مراكز الحساسة، في مراكز القرار في الاتحاد الإفريقي. نتواجد رغم أن المغرب هشام العلمي هو المغرب هو الوحيد الذي يتوفر على منصب جنرال، لكن لحد الآن يبدو أنه رأينا وتابعنا تحركات تعتبر يعني ممكن أن نضعها في خانة التعبير عن الانتماء وعن الرجولة وعن الشهامة من خلال يعني تقديم الاستقالة لمجموعة من الإخوان التونسيين. لكن لحد الآن يبدو، ولا أريد أن أكون قاسيا على هشام العمراني، لكن لحد الآن فالرجل لحد الآن يبدو أنه الإغراءات الوظيفة والمركز. لكن في هذه النقطة ليس المغرب فقط الذي لا يتوفر على منصب في الدائرة الذهبية إذا صح التعبير في الاتحاد الأفريقي. ليس فقط المغرب، شمال أفريقيا كلها يعني. لا، حين تبحث مثلا تذهب إلى الاتحاد الأفريقي إلى الصفحة الرسمية وتبحث عن الأسماء التي تشكل اللجنة التنفيذية، وما أدراك ما اللجنة التنفيذية يعني مراكز القرار، ستجد نائب الرئيس من السيشل يبحث عن أعرب السيشل ضمن يعني الكرة الإفريقية، ستجد من تشاد، ستجد من البنان، ستجد أيضا من مدغشقر، قد نجد بالفعل كما أشرت راوا يمثل الجزائر، لدينا أيضا ممثل تونسي. لكن دائما المغرب للأسف أنه إشكالية التمثيل المغربي دائما كانت هناك تقصير واضح جدا، يا إما عدم الاتفاق على من يمثلونه، وحتى إذا تواجد فلا تكون هناك مساندة كبيرة على المستوى المالي. نعرف أنه الانتخابات وما أدراك من الانتخابات تحتاج إلى دعم خصوصا على مستوى الكواليس. إذن هذا هما في رأيي الحلان، يا إما التصعيد والاستمرار من خلال الرفض والتوجه إلى المحكمة، وهذا حق مسموح به ما دام أنه قرارات اللجنة التنفيذية في الاتحاد لا تناقش ولا يتم استئنافها. وهناك الحل الثاني وهو اللعب بذكاء مع ظروف ومع متطلبات إفريقيا المتخلفة ما بين قوسين استعمل هذه القرارات. يعني هذا هو أنه الجميع اتفق على أنه وساند القرار الرسمي المغربي. الدوافع كانت واضحة جدا، لو لم تكن هناك أرقام من منظمة الصحة العالمية والضحايا الكثر لمرض الإيبولا كنا ممكن أن نتكلم على شيء آخر. هناك أيضا من أعطوا أطروحات أخرى مرتبطة بالجوانب الأمنية، مرتبطة أيضا بالتخوف من الهجرة السرية المبالغ فيها، خصوصا في الفترة الأخيرة الجميع في المغرب يعيش هذا الأمر. إذن كل هذه توجهات. وهناك أيضا فئة أخرى قد تتجه صوب الأمور الدبلوماسية، محاولة التأثير على الاتحادات الوطنية المتواجدة ضمن يعني المنظومة الإفريقية، محاولة اللعب على الوتر الخفيف بدلا من التصعيد. إذن سنرى أي توجه سوف يختار الاتحاد المغربي، وتصور أنه بالتنسيق أيضا مع وزارة الشباب والرياضة التي تمثل الجانب الرسمي في الدولة المغربية. إذن سوف ننتظر، لا نستبق الأحداث أكيد. لكن هناك أشياء كثيرة وتطورات سوف يعرفها. في نفس السياق، في أول رد حكومي على قرارات الكاف، وصف محمد العنصر الوزير المكلف بقطاع الشباب والرياضة أن ما أصدرته اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي يخفي من ورائه أشياء كثيرة، وقال أشياء كثيرة. هل يمكن أن نقول أن هناك حقد من جانب عيسى حياته واللجنة التنفيذية للكاف تجاه المغرب وربما تجاه حتى تونس، باعتبار أن هناك تاريخ أليم بين البلدان شمال أفريقيا وأيضا الاتحاد الأفريقي؟ بكل موضوعية. أتصور أنه كلمة الحقد حين نتكلم عنه مثلا تم منح المغرب شرف التنظيم، إذا لا أعتبر أنه كان هناك حقد. لكن بالنسبة لعيسى حياته والإمبراطورية المالية التي دائما يسعى الجميع مع عصابة كما يتم التسمية الآن في المغرب لعصابة حياته، أنه سيحقد على كل من يلمسه في أصبعه الذي يمليه وهو الجانب المالي. هو الآن أصبح حاقدا على المغرب، لكن أعتبر أنه كان حاقدا في السابق، لأنه حتى علاقة حياته وتنصيبه تم في المغرب، وهناك علاقات متميزة جمعت في فترات سابقة. لكن هو سوف يحقد على المغرب لسبب بسيط، أنه المغرب أحرجه ووضعه في موقف صعب، أثر على الجانب المالي للإمبراطورية الإفريقية. فلذلك لا أتكلم على حقد سابق، لأنه تقديم التنظيم للمغرب دليل على أن هناك علاقات، وإن كان المغرب أيضا يفرض نفسه يستحق، لأنه المغرب الآن يعتبر من الرواد على مستوى التجهيزات والبنيات الرياضية. هناك اجتهاد كبير، لأنه بالفعل من ظلم في هذا المسلسل الكبير هو الجمهور، الشعب المغربي، لأنه الجميع تقريبا 3-4 سنوات يحلم بالتنظيم، يحلم بمنتخب
منتخب جيد ينتظر هذه يعني النهائيات، فإذا به تظهر كل هذه المشاكل للأسف. نعم. الاتحاد الأفريقي الآن لديه مشاكل مع المغرب وتونس. عقوبات المسلطة في حق البلدين لاقت استياء من طرف كثيرين في منظومة كرة القدم، متدخلين كثر. اتحادات كثيرة أبدت تضامنها مع المغرب وتونس. من جهة أخرى